نهائي افريقيا يوم الاحد بين الوداد والنادي الاهلي، وطبعا الماتش ده اخد اهتمام اكبر من ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا اللي بين مانشستر سيتي ونادي انتر ميلان. فهل النادي الاهلي ممكن يقدر يعمل نتيجة ايجابية هناك، ولا الماتش هيخلص لصالح الوداد؟ تعالوا نتكلم شوية في الماتش. انا كنت قبل ماتش النهائي كنت اتمنى الاعب نادي سان داونز في النهائي، مش عشان سان داونز اقل من الوداد او الوداد اقوى من سان داونز، لكن فرق افريقيا عموما فرق بتلعب كوره، خصوصا سان داونز 90 دقيقه بيلعب كوره، لعب هجومي، لعب مفتوح، بيلعب فير بلاي، عكس فرق شمال افريقيا اللي الموضوع بيبقى تكتيكي اكتر منه كوره. الموضوع بيبقى شحت، الموضوع بيبقى عصبيه، الموضوع بيبقى تضييع وقت، بيبقى فيه تنشنه، بيبقى فيه حساسيه بين الفرقتين. فكنت بتمنى لاعب فريق افريقي، وطبعا احنا عارفين فرق يعني فرق افريقيا احنا تاريخنا قوي معاها في النهائيات، فكنت اتمنى ان احنا نلعب سان داونز. لكن ده ما يخذلش ان فريق الوداد فريق قوي جدا، فريق طالما موجود في النهائي فهو يستحق ان هو يبقى موجود في النهائي. فريق معاه مدرب قوي جدا، يعني حتى المدرب جه في شهر 4، لكن مدرب فعلا مدرب قوي جدا، مدرب تحس ان هو متمرس في افريقيا، بيدرب من سنين الوداد، مدرب بيلعب الماتش بحذافيره، يعني مدرب تكتيكي، مدرب عنده مرونة. فانا بشوف ان الوداد فريق قوي جدا. شفنا خطورة الوداد على النادي الاهلي في الشوط الثاني، خصوصا الكور الطويلة اللي بتتلعب على القايم البعيد او القايم القريب، وبتتصلح بتتسند بالراس لاي حد جاي من تحت. فلازم النادي الاهلي ياخد باله من النقطة دي. بشوف ان لازم برضو ياسر وعبد المنعم يلعبوا الماتش ده، عشان الاتنين دول هم اقوى بالرأس من محمود متولي. فبشوف برضه ان مدرب الوداد لاحظتها انه بيلعب الكرة الطولية من ورا علي معلول، وبنشوف ان علي معلول ما بيعملش خالص اي ارتقاء، بيخسر كل الكرات يعني الثنائية اللي بتبقى في الهوا. نفس الكلام على محمد هاني لكن بدرجة اقل. فانا لاحظت الموضوع ده، فلازم كولر ياخد باله. لازم يعني كولر ما يأخرش التغييرات زي ما حصل الماتش في استاد القاهرة. يعني شفنا ان كهربا كان يعني لعب 83 دقيقة، وانا كنت شايف ان كهربا المفروض يطلع بين الشوطين، لكن قدر الله ما شاء فعل. انا واثق في المدير الفني، واثق ان النادي الاهلي اقوى على الورق، النادي الاهلي اقوى في جودة اللعيبة، النادي الاهلي يقدر يكسب الوداد هناك في المغرب، النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجة ايجابية. احنا عملنا نتيجة ايجابية مع الرجاء في قبل النهائي في المغرب، وكنا احسن من الرجاء. والرجاء احنا عارفينه واحد من اشرس واعنف الجماهير الموجودة في قارة افريقيا، فريق مشهور ان جماهيره جماهير قوية جدا. فكون النادي الاهلي كان يقدر يلعب الماتش ده وكان احسن في الماتش ده، رغم يعني الحضور الجماهيري الرهيب ورغم التشجيع الرهيب، لكن لعيبة النادي الاهلي وجودة النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي قدروا ان هم يتعاملوا مع الماتش صح، وقدرنا نخرج بالنتيجة المثالية اللي تخلينا موجودين في دور النهائي. بشوف ان نتيجة 2-1 هي نتيجة مش وحشة خالص، انت كده كسبان، انت كده معناها ان انت كنت اقوى، كنت متفوق في الماتش. فانا بشوف ان دي نتيجة وحشة، مش عايزين اي حد يوهم لعبتنا او الاعلام يوهم لعبتنا ان النتيجة صعبة وان 1-0 سهلة. لا لا، 1-0 ما هيش سهلة. شفنا الرجاء ما قدرش يكسب النادي الاهلي في المغرب، وشفنا ان النادي الوداد ما قدرش يكسب سان داونز، وسان داونز كان 9 لعيبة في المغرب وتعادل 0-0. فاحنا قادرين ان احنا نكسب. يعني نادي الوداد هيبقى مطالب ان هو يفتح خطوطه، ان هو يهاجم عشان يعوض فرق الهدف ده ويكسب البطولة. فاحنا مطالبين ان احنا نكون اكثر يعني حذر، ان احنا نستنى ان نادي الوداد يهاجم ويفتح خطوطه ونلعب على الكرة المرتدة. بتمنى ان محمد شريف يلعب من بداية الماتش مش كهربا، وكهربا ينزل اخر تلت ساعة اخر نص ساعة، لكن نفسي محمد شريف ينزل، لان انا شايف ان محمد شريف ممكن يكسب الثنائيات عكس كهربا اللي شفته كتير يعني بيخسر الثنائيات. نفسي النادي الاهلي يبدأ بنفس نص الملعب، يبدأ بنفس خط الدفاع، لكن يعني انا شايف ان علي معلول نقطة ضعف دلوقتي،
واضحة في خصوصا في الدفاع. فبشوف ان كولر لازم يأمن علي معلول بأي حد من نص الملعب، زي مثلا ديانج او حمدي فتحي، ان هو يسقط على علي معلول ويحاول ان هو يدافع معاه. بشوف ان علي معلول يعني يبقى راكز شوية، ما يهاجمش كتير. يعني ان شاء الله انا بشوف النادي الاهلي وواثق في المدير الفني ان النادي الاهلي بالذكاء والحنكة والخبرة الافريقية هنقدر نكسب الوداد في المغرب. مش هنتعادل، هنكسب ان شاء الله، وتبقى البطولة ال11. لان النادي الاهلي كان يستاهل البطولة السنة اللي فاتت، لكن لسوء تنظيم قارة افريقيا اللي احنا عرفناها النادي الاهلي خسر البطولة. يعني شايف، يعني شفتها في ظلم واضح جدا ان الماتش يتلعب في المغرب، وكان جمهور الوداد كان مالي الملعب مش جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله النادي الاهلي يعوض السنه دي ويكسب البطوله الغاليه على جمهور النادي الاهلي، عشان يبقى النادي الاهلي متربع على عرش قاره افريقيا ب11 بطوله، ونبقى بعيد جدا عن المركز الثاني في افريقيا. ويبقى النادي الاهلي فعلا هو يعني اكبر نادي في افريقيا، هو فخر افريقيا، هو بطل القرن. فان شاء الله النادي الاهلي هيكسب الوداد في المغرب، وان شاء الله نحتفل كلنا بالبطولة. اكتبوا تحت في الكومنتات متوقعين الماتش هناك يخلص كام كام، وان شاء الله كله يقول يا رب النادي الاهلي يكسب البطولة.